السلام عليكم. تيجي النهارده نتكلم مع بعض عن حاجه اسمها الجنرال انستيزيا، وده نوع من انواع التخدير. الفيديو ده مهم جدا لو انت لسه بادئ في العمليات او شغال ولسه ما بتعرفش تحضر التخدير. فده نوع من انواع التخدير، حاجه اسمها جنرال انستيزيا، يعني تخدير كلي، تخدير عام يقدر يخلي الجراح يشتغل في اي منطقه في الجسم بتاعنا. لو ما كنتش شفت فيديو السباينال انستيزيا اللي هو التخدير النصفي، او حاجه اسمها تيفا اللي هي توتال انترافينوس انستيزيا، يعني التخدير عن طريق الاورده في البريفرال، هسيب لك اللينكات بتاعتهم تحت في كومنت، ولو انت على اليوتيوب هتلاقيهم في الديسكربشن ان شاء الله اول كومنت عندنا. طيب عايز تركز معايا جدا، حاولت الم لك كل اللي احنا ممكن نحتاجه في التخدير الكلي. ممكن تحتاج حاجات اضافيه عن كده على حسب الحاله، لكن دي اساس التخدير الكلي. تقرب كده معايا. فانا اول حاجه بحتاجها خالص يكون معايا حاجه اسمها ديبريفان او البروبوفول، وده زي ماده سيديشن عشان خاطر ابدا اخلي العيان يتحول معايا من حته كونشس لانكونشس، يعني يبدا ان هو يفقد وعيه معايا عشان نبدا نشتغل ونتيب العيان بتاعنا بكل اريحيه. طيب بعد ما اسحب الديبريفان بيكون معايا حاجه اسمها التريكيوم، والتريكيوم ده يعني ماده وظيفتها ان هي ماسل ريلاكس، يعني بترخي العضلات، بتلعب على الحاجه العصبيه والعضليه في جسمنا. خلاص في منها تركيزين، اما 50 مللي جرام او 25 مللي جرام. ده اساس التخدير على فكره بتاع الجنرال انستيزيا اللي هو التخدير الكلي، حاجه اسمها التريكيوم. طيب بعد كده بيكون معايا حاجات تانية اساسيه جدا بحتاجها لما بعمل انتيوبيشن عشان خاطر اقدر اوصل للعيان ماده مبخره بتنيم العيان، بتساعد ان رئته ان هي تكون اندر كنترول اثناء الفنتيليشن. طبعا كل الكلام ده نوضحه لك ان شاء الله لما نيجي نشرح جهاز التخدير، بس الحاجات دي اساسيه. عندنا حاجه اسمها هالوثان، دي سائل تخدير اسمه هالوثان، عاده بيستخدم للاطفال. عندنا حاجه اسمها ايزو فلورين، اسم الشركه انهال لكن هو اسمه ايزو فلورين. برضو يحصل له انهيليشن، استنشاق، عشان خاطر نخلي العيان مرخي معانا واحنا بنتيبه واثناء العمليه. طبعا في ماده ثالثه اسمها سيفو فلورين، بس مش متاحه علشان خاطر جهاز التخدير بيبقى فيه 2 مبخر بس، 2 فابولايزر. المصطلحات دي ما تشغلش بالك بيها، انا لسه هشرحها لك فيديو التخدير، لكن فيديو جهاز التخدير. لكن كنا عارف ان احنا عندنا 3 انواع من الفابولايزر. ممكن فابولايزر يتحمل الهالوسان، واحد تاني يتحمل الايزو، واحد تاني يتحمل حاجه اسمها السيفو فلورين، وده مش متواجد عندي عشان الجهاز اللي عندي بيتحمل هالوسان وايزو فلورين. طيب بحتاج بقى حاجات تانية فرعيه جانبيه. بحتاج ملح عشان خاطر اقدر احل اي حاجه انا سحبتها. بحتاج حاجه زي اتروبين او افيدرين. خلاص الافيدرين ده بيستخدم عشان خاطر يعلي الضغط. الاتروبين برضو ممكن يستخدم الهارت ريت عشان يعليه، الفازو كونستراكشن بتاعنا. طيب بيكون معايا حاجات تانية جانبيه زي كابرون ودايسينون، ودول اخوات حبايب بعض بنضيفهم عشان لو في بليدنج عند العيان بتاعنا يوقف النزيف. طبعا بيتحط على الملح نوصله بالجهاز الوريد عشان خاطر اوصله بالكانولا بتاع العيان. بيكون عندي كذا حاجه تانية فرعيه زي مثلا امبول ديكس ميثاتون موسع شعب هوائيه. يكون معايا حاجه زي بريمبران او اسباسمو فري، او يكون معايا حاجه زي الفيسرالجين. ده كل حاجات تخص الجي اي تي، الفوميتنج بقى والايه والكوليك اللي هو المغص والحاجات دي كلها. يكون معايا حاجه زي افيل مضاد للحساسيه، انتي الرجي، مضاد للحساسيه بتاعتنا لو عنده حساسيه من انتي بيوتيك معين. بحضر كذا نوع من الانتي بيوتيك، مثلا عندي يونكتام جرام ونص، ده جرام بوزيتيف ونيجاتيف مع بعض في نفس الوقت. عندي حاجه اسمها سيجما تاكسيم 1 جرام، ده سيفوتاكس. برضو معايا زوراكسون، ده نوع من انواع السيفوتاكسون. طبعا ده واسع المجال بتاعه. برضو عندي حاجه اسمها سيفو امريكان، ده برضو حاجه خاصه بالسيفوتاكسيم سيفوتاكس. برضو بحضر معايا حاجه زي اللازكس 20 عشان لو انا مثلا مركب له قسطره بوليه وعايز يورين ينزل، ده مضر للبول. خلاص عندنا حاجه اسمها مواد مخدره سيديشن بقى قويه جدا عشان ريليف البين، بحتاجها، وده اساس التخدير الكلي. بيكون معايا حاجه اسمها نالوفين. خلاص ده نوع من انواع المخدرات، وده بيتصرف بأورنيك. لو انت مستشفى حكومي او خاص لازم ده يكون اورنيك، حاجه رسميه، لان ده لو العيان فضل ياخده بيأدمنه، بيبقى ادكت بعد كده مدمن. ادكت يعني مدمن. فعشان ما يأدمنش الحاجه دي فاحنا بنديله اثناء العمليات فقط، وممكن تستخدم
بوست اوبرتيف بعد العمليات لو العيان ده عنده جرح كبير مسبب له فعلا وجع مش قادر يتحمله. ده بيخليك مش حاسس باي حاجه في جسمك، بس تبقى كونشس عادي، بيبقى صاحي عادي مع وانت واخده يعني. عندي حاجه اسمها نالوفين، عندي حاجه اسمها فينتانيل، عندي حاجه اسمها بيثيدين، عندي حاجه اسمها ميداسيتك. ده كله انواع من انواع السيديشن اللي بتستخدم عشان خاطر اعمل ريليف للبين. بحضر معايا كميه محترمه من السرنجات، الخمسه والعشره والعشرين والثلاثه. بحضر معايا قسطره شفط مقاس. طبعا ما انساش يكون معايا الانبوبه الحنجريه. طبعا انت شايف مجموعات كتير قوي تقول لي ايه ده كل ده، اقول لك والله انا صدفه بصور الفيديو ده وانا عندي ليست لويس، فبحضر جميع المقاسات معايا. لكن انا على حسب سن العيان الملف بيجي لي قبل ما يخش. هتلاقي تلقائي معظم الناس الكبار الميل او الفيميل، لو فيميل وكبيره حضر معاك تبقى 7 7 ونص، لو ميل وكبير 7 ونص مقاس 8 مثلا. لو مثلا سنه صغير على حسب بقى السن التخدير هيطلب منك المقاس المناسب. طبعا بيكون معايا منظار حنجري عشان خاطر استخدمه النتائج بالعيان. لو ما كنتش شفت في فيديو المنظار الحنجري والفرق بينه وبين الادلت والنيونيت، روح على الصفحه هتلاقيه ان شاء الله. تقرب كده معايا بيكون معايا وصله تخدير، اما وصله كبار اما وصله صغار. هنفهمك بنركبها ازاي ووظيفتها ايه. دي اللي المفروض بيمشي فيها الاكسجين عشان اوصله بالماسك اللي احطه على النوز والاورال الخاص بالايه بالعيان بتاعي او المريض بتاعي. طبعا بكون ببكتها بالشكل ده عشان لو جات لك لجنه تبقى راجل انت بتنظف وبتبكتها حفاظا على انفكشن كنترول من العيان للتاني. في اماكن على فكره بتبقى الحاجه دي ديسبوزابل بيستخدموها مره واحده بس، وفي ناس تانية ممكن تعيد استخدامها تاني عن طريق تنظيفها للمره الثانيه. فدي حاجه اسمها كونكتنج تيوب بين جهاز التخدير وبين العيان. ممكن تبقى كبار زي دي، ممكن تبقى صغار زي دي اطفال ودي ادلت. تمام. بحضر معايا حاجات تانية جانبيه، طبعا جهاز وريد عشان خاطر اقدر ان انا ادي فلويد، جهاز نقل دم عشان خاطر لو قدر الله في بليدنج كتير جبنا بلازما ودم وحبينا ان ندفي الحاجه دي ونديها للعيان. كانولات مقاسات معايا طبعا لو في اكبر واصغر من كده. يكون معايا نيزل عشان لو عايز ادي اكسجين بعد العمليه مثلا، احط العيان اكسجين بعد العمليه. ماسك نفس الكلام لو بعد العمليه. غرفه العمليه مثلا عايز احافظ على الاكسجين بتاعه بديله حاجه اسمها بوست اوكسجينيشن. خلاص. معايا بلاستر طبعا طبي، ومعايا فلويد بقى كتير قوي بحضرها جنبي زي رينجر وجلوكوز وملح على حسب. ده بشكل عام التخدير الكلي. حاجه اخيره عايز اقولها لك، التريكيوم ده مصيبه. لو ما كسرناهوش بعد العمليه ممكن نخلي العين يضاي، يعمل له كولابس ويضاي. طيب انا عشان خاطر اوقف الاكشن العمل بتاع التريكيوم ده اخترعوا حاجه اسمها نيوستجمين او ابيستجمين. ماشي. نيوستجمين او ابيستجمين ده امبول لكن ده فيال مع بعض نفتحه كده اهو. خلاص. ده امبول خلاص اسمه امبول نيوستجمين خلاص، لكن ده اسمه فيال نيوستجمين. طيب ده بنستخدمه ازاي؟ قال لك ده كل وظيفته ان هو يوقف عمل ده، يكسر ده جوه الرئه جوه جسم الانسان بتاعنا. طيب بنستخدمه ازاي؟ لو انا ما عندي امبولات بس فبكسر الخمس امبولات واسحبهم واكسر معاهم امبول اتروبين وابدا احقن في الكانولا كده الاكشن بتاع التريكيوم ده اتكسر خلاص. طيب انا لو ما عنديش في المكان ده اللي انا شغال فيه نيوستجمين امبول ممكن استخدم الفيال. ايوه الفيال. طيب نفس الكلام ده بسحبه كله؟ لا، بسحب سنتي سنتي ونص اقصايه ومع امبول اتروبين وابدا احقنه للعيان. يبقى الفرق بين الامبول والفيال ان الامبولات بكسر الخمسه واسحبهم مع امبول اتروبين اساسي الاتروبين، او الفيال بسحب سنتي او سنتي ونص. خلاص. ده كده اسمه الريفيرس. لما تلاقي دكتور التخدير يقول لك حضر لي الريفيرس بتاعي تسحب كيكستر 5 وتسحب امبول اتروبين او سنتي او سنتي ونص مع امبول اتروبين. ممكن يكون في حاجات جانبيه احنا مش محضرينها معانا هنا بنحتاجها برضو بس على حسب حاله والتانيه. ده الاساس. ممكن تحتاج حاجه زي الدورموكان برضو. خلاص. ممكن مثلا لو العيان ده لو مثلا فيميل مثلا ده تعمل هيستروكتومي بيكون محضر حاجات تانيه بنحتاجها عشان خاطر الرحم. يعني بشكل عام ده الاساس بتاع الجنرال انستيزيا. خلاص كده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكون استفدت منه النهارده. حبيت افيدك بكل حاجه ممكن اكون اعرفها عن الجنرال انستيزيا بشكل عام. لو انت عندك نفس المعلومات ولقيت عندك معلومات زياده وخدتها فده شرف ليا.
لو انت شايف حاجه ناقصه بلغنا بيها. بس ان شاء الله ده بشكل عام يعني تويتر شامل كل حاجه. اتمنى تشرفني على قناه اليوتيوب وتعمل لي لايك وشير سبسكرايب هناك. لو انت على البيج على الفيسبوك مش تعمل لايك وكومنت كده منك وشجعنا بيه. مش تعمل شير للبيج على الفيسبوك. انا مصطفى جلاله واتشرفت بيكم، نورتونا. سلام.